السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده قراءتنا مع برج العذراء قراءة عاطفية للأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2023. بس قبل ما ابدا القراءة فضلا وليس أمرا، ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بالنسبة للقراءات المجانية بتتابع معايا البث المباشر على القناة. اما القراءات الخاصه بسيب لينك الفيسبوك، رقم الواتساب في صندوق الوصف، تقدر ان انت تتواصل معايا لحجز قراءتك الخاصه. يلا بينا برج العذراء نشوف طاقه الاسبوع الاول من شهر نوفمبر 2023 مخبيالك ايه. بسم الله. قراءة عاطفية برج العذراء، والقراءة العاطفية ربما تكون معكوسة، فشوف طاقتك فين معايا أثناء القراءة وروح لها. بسم الله. برج العذراء، برج العذراء، برج العذراء. يلا بينا ارمي طاقتك معايا برج العذراء على الورق. في ظلم، في ظلم وقع عليك من هذا الشخص يا برج العذراء. في ظلم عندك فيكس اوف بنتكل، يعني في ظلم، في حقوق راحت. الشخص ده اتكلم عنك بشكل مش كويس، او طلع اسرارك، او قال عنك كلام مش صح، او ظلمك او اخذ من حقوقك. المهم ان في ظلم وقع عليك، وفي اهمال في هذه العلاقه بشكل كبير من هذا الشخص. هنا بقى شريكك حاسس بندم شديد جدا جدا عليك الفتره ديت، واعتقد ان هو بيمر بخسائر كبيره. شايف كده؟ في ندم، في ندم، مش مبسوط خالص بالوضع اللي هو عايشه. تمام؟ مش مبسوط خالص، لا مبسوط ولا فرحان ولا مرضي. بيفكر فيك بشكل كبير، حاسس بندم كبير اتجاهك، وشاعر بالظلم الشديد او بتأنيب الضمير على الشيء اللي هو عمله معاك. في طاقة تواصل روحي قوي جدا، عايز يتواصل معاك او عايز يكلمك، وان كان هذا الشخص في مكان بعيد عنك يا برج العذراء، فاعتقد ان الفترة القادمة شريكك هيتواصل معاك او هيجيلك او هيطلب منك لقاء. برج العذراء في تواصل، في اخبار حلوة بتجيلك من هذا الشخص، يعني في تواصل، في كلام. الشخص ده ممكن بيعتذر لك او بيظهر ندمه في حاجة هتحصل حلوة جدا، وفي حاجة هتسمعها هتطيب خاطرك وهتريح بالك باذن الله. بص، انت في طاقتك فيها ايه؟ فيها السيفن اوف سورت. انت كأنك بتتكتم على مشاعرك على قد ما تقدر، بتمنع نفسك عنه، ولكن بتحاول تعرف اخباره، عايز تعرف عايش ازاي، بيعمل ايه، لسه مبسوط بحياته، ولا ابتدى يندم وابتدى يحس بالذنب اتجاهك. طيب برج العذراء، انت بتشوف هذا الشخص السيفن اوف بنتكال. يعني ايه؟ يعني انت بتشوف ان شريكك يا عذراء شخص دايما بيفكر في المصلحة، دايما بيفكر انا هكسب ايه من ورا العلاقة ديت او من ورا الوضع اللي انا عايش فيه. كل تركيزه على المصلحة الشخصية ليه، مشاعره دي اخر حاجة بيفكر فيها. ما بيهموش المشاعر على قد ما بيهمه المكسب والخسارة. بالنسبة لك انت، هو بيشوفك ان انت اتغيرت وبقيت شخص صعب بالنسبة له، مش قادر يفهمه. اذا انت محير هذا الشخص فيك برج العذراء كتير جدا الفترة دي، لان هو مش فاهمك وابتدى يحس ان انت شخص صعب، شخص مش قادر يفهمه ولا قادر يوصل معاه لحاجة. برج العذراء الشخص دوت كمان بيشوفك ان انت حد اتغيرت عليه بشكل كبير. كمان بيشوفك ان انت مش بس صعب، لا انت ابتديت تفكر في كل حاجة وتحسب كل حاجة، وابتديت تخبي حياتك، ما بقتش مكشوفة قدامه زي الاول، فمش عارف يتعامل معاك ولا يلعب بيك زي زمان. حتى لو هو بعيد عنك فهو مش عارف يشتغل عليك، او مش عارف ايه نقاط ضعفك اللي انا ممكن اضغط عليها فخليك تتحرك او ترجع لي او اسيطر عليك مرة تانية.
طيب برج العذراء، في طاقة شريكك عندي تو في سورت الكينج اوف سورت، بيفكر فيك كتير جدا وعايز ياخد خطوة او قرار اتجاهك. تو في سورت في مفترق طريق، يعني بيفارق شخص او بيفارق وضع معين، وهذا الوضع في يوم من الايام يعني اختاروا عليك. حاليا الشخص دوت عايز ياخد قرار في انه ينهي هذا الوضع علشانك، لانه حاسس بالندم وتأنيب الضمير اتجاهك. اذا هناك كلمة قوية بتقع عليه من جراء هذا الاختيار. مشاعره اتجاهك انت مسيطر عليه بشكل كبير جدا، بيفكر فيك ياما. الامبرور سوري، عايز بص اللي هو كان شخص عارف لما اقول لك متردد قوي 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 قوي، ولكن مقرر، يعني رغم تردده لان هو واخد القرار، بس قراره اللي هو عمال ياخد خطوه ويرجع لورا. طب ايه السبب؟ السبب هنا في اللي انا لسه قايله من شويه، ان هو ما بقاش فاهمك، ما بقاش عارف انت عايز ايه، ما بقتش لقمه سهله بالنسبه له زي زمان يعرف يسيطر عليك او يتحكم فيك. فهو ده اللي موقفه. فالشخص ده لو تواصل معاك او كلمك او تاكد من ان لسه مشاعرك ليه زي ما هي، او هتديله فرصه، او حياتك ما فيهاش حد تاني يقف قصاده او يمنعه عن الوصول اليك، الشخص دوت بيتحرك بشكل مباشر يعني. طاقتك انت برج العذراء، بشوف عندي البيتش اوف سورت والتين اوف كابس. يعني انت ابتديت تشوف حاجات في العلاقه دي ما كنتش شايفها قبل كده، وابتديت تحس ان الشخص دوت مجرد كلام ما كانش فعل ابدا في حياتك. عمرك ما اعتمدت عليه في حاجه وحصلت، عمر الشخص دوت ما ساندك من جواه، بل بالعكس كان دايما يعني مخذلك، بيخذلك. ودي حاجات ابتديت تشوفها، وابتديت كمان الحاجات ديت يعني تخليك تنكمش منه او ترد عنه. مشاعرك اتجاهه لسه بتفكر فيه، او لسه عايز تعرف اخباره، اهو انا شايفاك في وضع الانتظار، لسه بتحبه ولسه عايزه، بس زي ما قلت لك ما عندكش الثقه الكافيه فيه، الى جانب ان انت ابتديت تحس ان هذا شخص هيغزلك، او مش ده الشخص المناسب بالنسبه لك. طب تعالى نكمل. رسائل على الباطن، انا عايز اخد خطوه اتجاهك، عايز ارجع اسيطر عليك تاني، حاسس بان انا مش مبسوط وانا بعيد عنك، شاغل تفكيري وبفكر فيك بشكل كبير، حتى لو بحاول اوصل لك ان انا قوي وان انت مش فارق معايا، لان انا قلبي بيتقطع عليك. في تواصل قريب جدا من هذا الشخص، محاولة للم شمل العلاقة مرة تانية، واعتذار قريب جدا يا برج العذراء. الكلام ده انا قلته في طاقته عموما. بيحاول يطيب خاطرك على قد ما تقدر، على قد ما يقدر. سيكريت سورت والكينج اوف وانز، انت عارف ان في مشاكل وفي عقبات بينك وبين هذا الشخص وانت عارفها، فلو هتدي فرصة لهذا الشخص لازم تكون فرصة مشروطة، ولازم الشخص ده يتحرك علشانك بشكل كبير يرضيك. ما ينفعش يديلك وقت ان انا هعمل عشانك، يعمل وبعدين تتحرك علشانه. مصير العلاقة يا برج العذراء، بشوف ان في خطوة كانت المفروض تتاخد بقالها فترة كبيرة، هتتاخد قريب جدا. عندك انتصار، عندك رفعة، عندك فرحة، عندك عودة حقوق، وعندك حالة من الرضا والاستقرار هتعيشها مع الشريك بإذن الله. خليك شخص ايجابي، فكر بشكل ايجابي في هذه العلاقة يا برج العذراء. افتح قلبك لنفسك مش ليه. هذا الشخص ربما يكون سول ميت بالنسبة لك، ولكن مختلف عنك، فتعامل معاه بخبرة اكبر من كده. هتعيش مع هذا الشخص لحظات جدا جدا رومانسية الفترة القادمة. برج العذراء، عندك في الرسائل العامة مشاكل صغيرة سوف تحل في وقت قصير، وربما سفر قريب. عندك الفترة القادمة أفكار بتتحول على أرض الواقع لأفعال حقيقية، يعني بتعيد ليك السعادة والحظ مرة تانية في حياتك. في أصدقاء بيدخلوا حياتك الفترة المقبلة، بيكونوا وش الخير عليك بإذن الله.
لا شيء يحدث بالصدفة، يقوم الكون بإعدادك لخطوتك التالية، فاستعد أنت تجتذب شيئا وشخصا رائعا في حياتك خلال 48 ساعة قادمة. في حاجة بتحصل حلوة جدا في حياة العذراء الفترة القادمة، بتكون بمثابة المعجزة، بتجذب حاجات كتير جدا لحياتك نتيجة طاقتك الإيجابية العالية، فحافظ عليها برج العذراء. طاقات الأبراج اللي ظهرت معانا النهاردة يا عذراء: نارية، ترابية، هوائية، مائية. كل الأبراج نزلت، والأبراج الكبيرة كانت. يلا بينا نشوف. ترى عذراء، جدي، حمل، أسد، قوس، سرطان، عقرب، ميزان، حوت، دلو، أسد، ميزان، جدج. بكده تكون خلصت قراءتنا مع بعض. شكرا ليكم واشوفكم على خير. توحشوني جدا جدا، مستنياكم في قراءات تانية كتير. ارجو لو عجبتكم القراءة وتنسوش لايك، اشتركوا في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. باي باي.